بص يا معلم، بيبدأ الفيلم يوم 4 نوفمبر سنة 1911 في باريس، وبتكون في بيضة متحجرة في المتحف معروضة في مكان إزاز، وفجأة بتتكسر البيضة دي وبيخرج منها طائر كبير بيكسر الإزاز وبيطير وبيهرب من المكان كله، وبيلاقي قدامه عربية وبتكون عربية الوزير وبيخليهم يقعوا في المية، وبيتم تبليغ المفتش كابوني بالحادثة اللي حصلت عشان يحقق فيها. وفي نفس الوقت بيكون في عالم اسمه هنريك بيحاول يكتب جواب رومانسي لحبيبته اللي اسمها أديل، وبتكون شغالة مؤلفة مشهورة ولها معجبين كتير، وبتكون بتحب الاستكشاف لدرجة انها بتسافر مصر وقت اكتشاف مقبرة عشان تشوفها بنفسها، وبتنزل غرفة التحنيط وبيبان عليها انها عندها خبرة كبيرة جدا في الآثار المصرية، وبتكون عارفة كل حاجة في أوضة التحنيط وايه استخداماتها كمان، وبتقدر تفتح أوضة خفية ما كانش حد قادر يفتحها، وأول ما بتتفتح بتنزل منها مادة غريبة، فبيحاولوا الناس يهددوها عشان تمشي وياخدوا هما المقبرة، لكن هي بترفض وبتروح تكمل استكشاف لحد ما بتلاقي قبر الفرعون قدامها، وبيكون حواليه دهب كتير جدا، وبتطلب من المساعد يفتح المقبرة، وبتكون عارفة ان الموميا دي طبيب الفرعون مش الفرعون نفسه، وبيكونوا اللي معاها مبسوطين جدا بالدهب، وفجأة واحد قاعد على الدهب بتتفتح تحتيه بوابة بيقع فيها وبيموت، وقبل ما تاخد الموميا وتهرب بتلاقي واحد اسمه ديلف جاي هو والعصابة بتاعته، فبتقوله ان الموميا دي بتاع اعظم طبيب في الحضارة المصرية وانها محتاجاها عشان تعالج اختها المريضة، فبيقول لها انها مش هتلحق تعمل ده عشان هتموت حالا، فبتقوله عاوزة تشرب سيجارة قبل الاعدام، وبتاخد الولاعة بتاعته وبترميها على المادة السوداء وبتولع في المكان كله، وبتستخبى في تابوت الموميا وبيقع بيها التابوت في مية بتنقلها للنهر بعيد عن المقبرة، وبتنجح انها تاخد الموميا. في الوقت ده في باريس بيحاول المفتش يحقق في موت الوزير، وبيكون الشاهد الوحيد واحد سكران، وبيقول ان طائر كبير هو اللي وقع العربية من فوق الكوبري، فبيؤمر المفتش المساعدين بتوعه القضية تفضل سر، لكن تاني يوم بتنتشر القضية في الجرايد كلها وبيوصل الموضوع لرئيس فرنسا، وبيشوف قدامه الطائر الحقيقي، فبيتصل بوزير الداخلية وبيقول له لازم القضية تتحل خلال 10 أيام، وبيكون هنريك اللي شغال في الحديقة النباتية اكتشف موضوع البيضة اللي فقست، وساعتها بيجي لهم المفتش عشان يعرف ايه اخبار الطائر ده، وبيقول للدكتور محتاج حد بيفهم في الديناصورات، فبيديله عنوان دكتور اسمه جوزيف هيساعده في بحثه، وبيكون جوزيف عنده الطائر ومتفاهمين جدا مع بعض بدون سبب، وبيجي المفتش عشان يتكلم معاه، فبيخبي الطائر وبيفتح الباب للمفتش اللي بيفضل يتكلم عن الطائر، وفجأة الطائر بيهجم عليهم وبيهرب من المكان كله، وبتكون أديل لسه واصلة باريس ومعاها الطبيب، وبتنقله فورا على بيتها وبتشوف اختها المريضة، وبتبقى أديل عاوزة تساعدها عن طريق انها ترجع الطبيب تاني للحياة، وبتشوف جوابات كتيرة مبعوتة لها، وبتروح تفتح الباب بتلاقي هنريك بيحط جوابات تاني، وبينصحها تقرا اخر جواب بسرعة عشان هتنبهر من اللي جواه، ولما بترمي الجواب بتاخد بالها من الخبر بتاع الطائر، وبتعرف ان الدكتور تم القبض عليه، فبتروح السجن فورا عشان تقابله، وبتتنكر في زي محامي، وبتقول للدكتور انها جابت طبيب الفرعون ولازم يرجعوه تاني للحياة، واول حاجة لازم يعملوها انه يخرج من السجن، ولما السجن بيعرف انها مش محامي بيطردوها بره السجن، وبتكون الحكومة طلبت المساعدة من صياد اسمه سانتا عشان يقبض على الطائر، وبيطلعوا برج ايفل عشان يدوروا عليه، وبيكون الطائر واقف على البرج وبيهرب منهم، وبتكون أديل متنكرة في زي طباخة عشان تهرب الدكتور لكن برضه بتفشل، وتاني مرة بتتنكر في زي راهبة لكن برضه بتفشل، وتالت مرة بتقدر تدخل الزنزانة وبتعرف ان تم نقله عشان هيتعدم بكرة، فبتلجأ للرئيس وبتقوله انهم يقدروا يمسكوا الطائر بمساعدة الدكتور، وبيكون الرئيس بيلعب مع الكلب بتاعه وبيهجم عليه الطائر وبياخده وبيهرب، وبعدها بيروح العش بتاعه واللي بيكون عمله هنريك وحط فيه البيض عشان يطمنه. في الوقت ده بترجع أديل لأختها وبتقرر تقرا جوابات هنريك، وبتلاقيه معرفها كل حاجة بما فيهم عش الطائر، فبتجري على بيت هنريك وبياخدها يوريها الطائر وهو نايم في العش بتاعه، وبتحاول أديل تقرب منه وبتنجح إنها تركب عليه، وبتقرر إنها تنقذ الدكتور بمساعدة الطائر، وبيجي وقت الفجر وبيطلع الدكتور لمنصة الإعدام، وفجأة بتيجي أديل وبتاخد الدكتور قبل ما يتعدم، وبعدها بيرجعوا للعش وبيكون الدكتور مبسوط عشان أديل أنقذته. في الوقت ده بيكون الصياد وصل لعش الطائر، وأول ما بيضربه بالنار الدكتور هو كمان بيتأثر لأنهم مرتبطين ببعض، وبتقول أديل للدكتور لازم يرجع الطبيب للحياة بسرعة قبل ما يحصل له حاجة، فبتاخده أديل للبيت بتاعها وبيفضل قاعد قدام الموميا وبيبدأ يقول التعويذة بتاعته، وفجأة بيقع الدكتور على الأرض وبتزعل أديل لأن كده أختها هتموت لأنه ملحقش يساعدها، وبتفضل أديل زعلانة ومش عارفة تتصرف إزاي، وفجأة بتلاقي الطبيب بيتحرك وبيروح للدكتور بيلاقيه ميت، وبعدها بيروح لأختها عشان يشوف حالتها، وبيقول لأديل إنه مش طبيب،
وإن طبيب الفرعون بيتدفن جنب الفرعون في نفس المقبرة، وبيسألها عن اللي حصل لأختها، فبتحكي له إن في يوم كانوا خارجين سوا، وأختها كانت لابسة دبوس في شعرها، ولعبوا مع بعض تنس والكرة خبطت في راس أختها ووقعت على الدبوس. فبيقول لها الطبيب إن في متحف قريب ممكن يلاقوا فيه موميا دكتور تقدر تساعدهم، فبيروحوا فورا على المتحف ومعاها أختها على كرسي متحرك، وبيفضلوا يدوروا على موميا دكتور في العصر الفرعوني، وبيكونوا كلهم بيتحركوا ومفيش فيهم دكتور لحد ما بيروحوا للفرعون نفسه، وبتطلب منه أدل يسمح للدكتور بتاعه يعالج أختها. وبالفعل بيطلع الدكتور وبيرفعها من الكرسي بتاعها وبيحطها على ترابيزة قدامه، وبيحاول يعالجها بمعدات فرعونية. وهنا بيقول الفرعون إن أختها اتعالجت، وبتفوق أختها وبتكون أول مرة تتكلم من 5 سنين، وبتقول إنهم مش هيلعبوا تنس تاني. وبيكون الفرعون واللي معاه بيتفرجوا على المدينة وبيشوفوا التطورات اللي حصلت، وبيخلص الفيلم على كده.